نرجع نتعلم التصوير الفوتوغرافي ازيرو. هادو زوج حوايج اللي حنبدا نتعلم. وثاني حاجه اهم وحده فيها، وما تنساش تقول لاكي ندير فيديو باش كنحوس دير الكادو بزاف شباب وراح يعاونك مسيرتك كفوتوغراف. اول حاجه انا كي بديت تما في الفوتوغرافي بديت بريدمي نوت، كنت جوست نوثق به اللحظه، بصح النتيجه ديما ترجع لحاجتين. الحاجه الاولى هي التكوين، كيفاش نرتب العناصر تاوعي في الصوره باش نوجه عين المشاهد بافضل طريقه ممكنه. وفي هذه الحاله راح تعتمد على قواعد التكوين، وكاين بزاف من قواعد التكوين. انا ننصحك تتعلم قاعده ولا جوج تطبقهم تفهمهم مليح. وافضل قواعد بالنسبه لي قاعده التاطير وقاعده الاثلاث. وننتقلوا لثاني حاجه اللي هي الاضاءه. الاضاءه فيها 3 حوايج لازم تفهمهم مليح. اول حاجه اتجاه الاضاءه، عندنا الاضاءه اللي تكون بصفر درجه، 45 درجه، 90 درجه، وكل اضاءه تعطيك واحد الايفي سبيسيال. وثاني حاجه شدة الإضاءات، ما تختلف اسكو تخدم بسوفت بوكس ولا تخدم بريك لايت. ثالث حاجة حدة ونعومة الصورة، نعومة أكثر في الإضاءة كل ما راح تعطيك جودة أفضل، تفاصيل أكثر. ولو كان راك حاب تفهم بزاف في الدومين فوتوغرافي خلي لي كومونتير مصور، بربي ان شاء الله راح يلحقك PDF فيه كل المعلومات اللي راح تستحقها في الدومين فوتوغرافي، وينقص عليك تعب وشقة تاع سنين. وما عليك غير دير ابوني سيفي لا فيديو باش يلحقك جديد ان شاء الله. دمتم.